بصوا بقى انا في الكفته ما بهزرش. يعني النهارده هنعمل معاكم احلى كفته على الفحم. حاجه كده طريقه من اخر الاخر. حاجه تطلع معاكم تحفه لو جربتوها. هتعملوها على طول مش هتغيروا الطريقه دي تاني. طبعا احنا في مننا اي حد بياكل الكفته المشويه او بياكل مشاوي بصفه عامه في اي مكان وبتعجبه. المشاوي دون عن اي اكله تانية مفيش حد فينا ما بياكلهاش. عندنا استعداد نروح لها اخر الدنيا عشان نجربها وناكلها تاني بالذات لو عجبتنا. شايفين الكفته سواها من جوه عامل ازاي ولونها من جوه عامل ازاي، ما شاء الله كفتة تحفة. بسم الله الرحمن الرحيم. هندوق معاك كفتة كده. والله عظمة. اللي مش عندي على القناة يا ريت ينزل يعمل اشتراك ولايك عشان يوصل له كل جديد. هنحتاج معانا على نص كيلو لحمة مفرومة. قرن فلفل عادي مش حار او حار للي بيحب الحار، بس يا ريت يكون كله لونه احمر كله ما يبقاش فيه اي خضار. وهنحتاج معانا كمان بصلة متوسطة الحجم منزوعة من المية. يعني هنصفي كل المية اللي في البصلة بحيث لما نيجي نصبحها وننزلها على الفحم ما تسيبش السيخ وتقع. تفضل متماسكة معايا وتفضل كويسة. هحتاج معايا فلفل أبيض. والفلفل الأبيض هيديني معلقة وربع من الفلفل الأبيض، بس معلقة وربع صغيرين مش معلقة وربع كبار. وعليهم ربع معلقة من الشطة. وعليهم معلقة من الملح، كل دي معلقة صغيرة. مية البصل هحتاج بيه عليها ربع معلقة فلفل أبيض وربع معلقة شطة عشان عشان أصبع بيها. طبعًا اللي ما عندوش فلفل أبيض ينفع فلفل أسمر، وهيدّيني طعم تقريبيًا مش هيدّيني نفس درجة الطعم بالضبط، ولكن هيدّيني تقريبًا طعم هيبقى قريب من الفلفل الأبيض، ولكن هتطلع الكفتة سودا شوية، يعني مسودة شوية، لإن طبعًا الفلفل الأسمر بيسوّد الكفتة شوية. والطعم برضُك هيفرق من الفلفل الأبيض للفلفل الأسمر هيفرق شوية برضُك، ولكن أقرب حاجة للفلفل الأبيض هو الفلفل الأسمر. هنا هنصبّع الكفتة بتاعتنا، وأهم حاجة أمّا نيجي نصبّع الكفتة يا جماعة نبِل إيدينا بَلّة كده، ونتَّك على الكفتة بتاعتنا على قد ما نقدر، نتَّك عليها بحيث إن هي تلزق في السيخ، وبعد كده نصبّعها أو ما نصبّعهاش دي مش هتفرق معانا كتير. موضوع التصبيع اللي أنا باعمل بصابعي كده إن أنا باصبّعها، يعني ده الموضوع ده مش هيفرق، بالذات لمّا تكونوا تعملوها للبيت هتاكلوها يعني، فاهمينّي؟ بس أهم حاجة إن إحنا نتَّك عليها بحيث تتمسك في السيخ كويس. حاجة تانية حابب إن أنا ألفت نظركم ليها. النار بتاعة الفحم بتاعتي لازم تكون نار ولعت معايا كويس. تمام. والكفتة أول ما أحطها على النار يا دوبك نص دقيقة وأقلبها، عشان لو سبتها أكتر من نص دقيقة هتقع مني على النار. ده تاني حاجة. تالت حاجة عايز برضك أنبهكم ليها، السياخ اللي إحنا بنشك عليها الكفتة أهم حاجة يا جماعة يكون سياخ زي دي كده، ستانلس صحية. مش أي واحد عشان يعمل سيخين كفتة في بيته يقوم جايب سيخين من هما الحديد دول ويعمل عليهم كفتة. السياخ دي مش صحية خالص يا جماعة. السياخ اللي الواحد بيشوفها عند بعض من الناس ديّة ما بتبقاش صحية نهائي، بالذات السياخ الحديد دي لو هتيجي تطلّع صابع الكفتة منها بُص على صابع الكفتة من جوّه والله هتلاقي فيه سواد. السواد ده كلّه مشكلة. لإن أنا قبل كده جِبت كفتة من عند بعض من الناس يعني، تيجي تبُص على صابع الكفتة نفسه من جوّه بتلاقي فيه سواد، ده كلّه صدى بقى نازل في قلب سيخ الكفتة من جوّه، على سواد، على دهون متراكمة على السيخ الحديد، على حاجات كتير بلاوي. لكن السيخ الstainless ده ما دام أنت بتحافظ عليه، بتعمل عليه مثلًا الكفتة بتاعتك وبعد ما بتخلّص بتاخده تغسله، خلاص هو بيفضل stainless بيلمع طول العمر. ليه؟ لإن أنت مش هاينه، يعني مش مبهدله معاك. شايف السياخ كلّها عاملة إزاي؟ السيخ أول حاجة قبل ما ناكل الكفتة يكون الواحد غسل السياخ. يعني ده معنى الكلام، الواحد بيحافظ على السياخ بتاعته، لأن أهم حاجة النضافة. أنا طبعًا بعد ما صبّعت الكفتة بتاعتي، أنا بس كنت حابب إن أنا ألفت نظركم بس لموضوع السياخ بس. بعد ما صبّعت الكفتة بتاعتي هنا هنصبّع معاهم قرنين فلفل حار على فلفل بارد على طماطم، ده للي بيحب طبعًا السلطة المشوية أو الخضار المشوي مع مع المشويات بصفة عامة، زي ما بناكل في المطاعم. هنا هندخّل ده كلّه في السياخنة كده، وبعد كده طبعًا الفحم بتاعنا والع، هنشتري الكفتة بتاعتنا نحطها على الفحم بعد ما نوزّع الفحم تدريجيًا نخلّيه تقريبيًا كلّه شبه بعضه، يعني السمك بتاع الفحم كلّه قد بعضه. وبعد كده هنخلّي مثلًا الفحم تقريبيًا من نُص دقيقة لدقيقة إلا ربع وهنقلبه أول قلبة،
ما دام قلبناه أول قلبة وتمام خلاص ما عدناش نخاف. أول ما نلاقي النار بتولع معانا زي ما أنتم شفتوا كده يا جماعة نحاول نطفيها، شوية مَيّة بنفخة بأي حاجة، بورقة ننفخ عليه بأي حاجة، هتبُص هتلاقيه طفى معانا، لإن طبعًا لمّا بيبقى في دهون في الكفتة طبعًا أنتم عارفين الكفتة بيبقى فيها دهون، أول ما الدهون دي بتنزل على الفحم بتدّي إيه، بتدّي نار شوية، طبعًا لو سِبنا النار ديّة تحت الكفتة